يا صباح الفل والياسمين. النهارده هنعمل اكله من اجدع الاكلات المصريه. هنعمل حمام محشي بالرز، بس الطعم ايه حكايه بتتبيله كده هتاخدكم في حته تانية خالص. شايفين الجمال والتسويه بتاعته؟ هنعمله خطوه خطوه من اول التنظيف لحد التقديم عشان تطلعوا حمام محشي يليق بسفره العزومات والمناسبات كلها. وهنعمل كمان بط محشي بالبرتقال، هنزل لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعه، كنا عاملينه مع بعض قبل كده. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه انا هعمل الرز بتاعي. هنزل معلقه سمنه بلدي وعليها الرز بتاعي مقدار، انا عامله 7 حمامات استخدمت لهم مج ونص رز، وعليهم فلفل اسمر ورشه ملح، وقلبتهم مع بعض كويس جدا لحد ما الرز اتشمع كده بالسمنه بتاعتي واخد لون. حطيت عليها كوبايه الا ربع ميه وبس كده، وقلبتهم مع بعض لما تشرب الرز، وطيت عليه النار شويه وسبته خلاص على جنب لما يبرد خالص، يعني بالظبط كوبايه ونص رز حطيت عليها كوبايه الا ربع ميه. ولما تشرب عليه بالظبط خليته ربع ساعه على نار هاديه، ورحت جايه بعد كده عاملاه. جينا بقى لتنظيف الحمام. انا الحمام نضفته كويس جدا وغسلته بالملح وبالدقيق وبالطماطم وبالليمون، ما فيهوش اي ريحه زفاره خالص. بعد كده هنيجي لاهم مرحله من مراحل الحمام عشان يطلع معاكي مظبوط. لازم تفصلي الجلد عن اللحم بتاعه، دي اهم مرحله. وانت بتفصليه كده بيكون في من جوه بقى حاجات في الزور وكده، لا تشيلي كل الكلام دوت، ما يكونش فيه اي حاجه خالص. وزي ما زي بالظبط في الفيديو كده ما عملت، بتدخلي صوابعك كده ما بين الجلد واللحم بيتفصل معاكي بكل سهوله. ان انت لما تدخلي صبعك من عند الزور تلاقيها على او من الرقبه، يعني تلاقيها طلعت من الناحيه التانية. والكبد والقوانص هتبلها معاها، مش ما دخلتهاش وما تبلتهاش في الرز. بحب الرز يكون لوحده كده، مش بتبل، مش بحمر معاه واسوي معاه الكبد والقوانص. التتبيله اللي انا هتبل بيها الحمام بتاعي، بصلايه وهحط عليها فلفل اسمر، بصل مفروم واحط عليه فلفل اسمر. وبعد كده هجيب الحمام بتاعي واروح جايه كسره عظمه الصدر بتاعته، عشان الحمامه معاكي تطلع مفروده ومبططه كده معاكي وكبيره، يبان معاكي ان هو اكبر من حجمه بس هو نفس الحجم. تجيبي كده وتكسري العظمه بتاعه الصدر بتاعتك، تضغطي عليها كويس، يا اما بايدك تروحي جايه كسراها كده هتتكسر معاكي بسهوله. تروحي جايه متبله الرز الحمامه بتاعتك، اسفه تتبليها من تحت الجلد وفوق الجلد وكل حته فيه. بعد كده تبتدي ان انت تحشيها بالرز بتاعك. دخلي الرز ما بين اللحم والجلد ووصلي الرز كده معاك، هيوصل معاكي من عند الزور كمان وفي قلب الحماميه من جوه. وبعد كده ابتدي ان انت كتفي الحمامه بتاعتك كده في المكان من تحت كده زي ما انت شايفه بالظبط كده عملتها. بصي الحمامه معاكي بقت كبيره وعريضه ازاي، بجد خطيره. وطبعا تروحي جايه عامله الظهر بتاع الجناح بتاعها، تروحي مرجعاها من ورا لحد ما خلصت الكميه كلها. هنسوي النهارده الحمام بطريقه تانية خالص مختلفه، بجد خلت طعمه فوق الخيال، بطريقه جديده خالص. عباره عن ايه؟ جبت بصلتين وقطعتهم طرنشات كلهم، ومعاهم فلفل اخضر وفلفل الوان ورق لورا حبهان فلفل اسمر والملح بتاعنا. فركتهم كلهم مع بعض كويس وفردت الصينيه بتاعتي. حطيت الحمام بتاعي كله فردته في الصينيه. هاتي حجم الصينيه يكفي الحمام بتاعك. بعد كده افردي الحمام بتاعك ورصيه. بعد كده ميه مغليه، كوني محضره عندك ميه مغليه وتنزلي عليها بالحمام على الحمام بتاعك كده. كوني مشغله الفرن على حراره 250 مسبقا. لفيها من فوق بورق زبده، وبعد كده حطي عليها الورق الحراري. كميه الميه اللي انا حطيتها عليها حوالي مج ميه سخن، يعني الميه ما كانتش كتير لان هو هينزل كل السوائل بتاعته، والبصل والخضار هينزل البصل بتاعه. قفلته كويس جدا، دخلته الفرن، اخد بالظبط معايا سوا ساعة بالظبط في الفرن، وكان استوى معايا طلع زبدة حقيقي، زبدة وطري جدا وبجد فوق الخيال. شايفين نسبة كمية السوائل ازاي؟ انا ما حطيتش كمية السوائل ديت، انا حاطه حوالي مقدار كوباية مج مية سخنة. سبته الاول على حرارة 250 لمدة تلت ساعة، وبعد كده هديت الحرارة بتاعته على 200 لما طلع مستوى معايا حلو قوي. طب حمرته ازاي؟ حطيت خليط ما بين السمنة النباتي والسمنة البلدي ومعاها زيت كمان. لما حمى كويس رحت جايه منزله الحمام بتاعي، ورحت جايه بقى قلبته من جميع الاتجاهات لما اخد اللون الاحمر الحلو. ما بحطش انا على الحمام احطه في ميه بلبن او اجيب قشطه وادهنه بيها بعد كده اروح جايه محمراه. بفضل جدا ان هو يتحمر كده، ما احطلهوش اي اضافات تانية خالص. بيعمل ريحه، بيبقى فيه ريحه كده او ريحه مبخره كده، ما بيبقاش افضل حاجه. دي احلى طريقة للحمام وللتحمير عموما من اشهر المطاعم واغلى المطاعم. يعني عشان تاخدي حمامة من دي بره بتمن وقدره، انت تقدري تعمليه في البيت باسهل وابسط طريقة، والطعم بتاعه مش حكاية، خطير بجد، طري جدا خزعبلي.
مع بقى البط، معانا مبطن بالبرتقال. هنزل الطريقه بتاعته واسيب لكم لينك الفيديو بتاعه، خطير خطير خطير، حاجه كده فاخر من الاخر بجد، تحفه. جربوها وقولي ايه رايكم فيها. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير، واكتبي لي كمان في الكومنتات جربتي الحمام المحشي قبل كده ولا لا، وارفعي الفيديو لكل اصحابك اللي بيحبوا الاكلات المصريه. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله. شايفين الجمال؟ حاجه كده مش فاخر من الاخر، دايبه دوبان وطري جدا ومستوي زبده حقيقي رهيب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.